السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبسعادة يا رب. النهارده هنعمل احلى عصير طبيعي فراولة باللبن. ما شاء الله كان طعمها حلو. احلى العصير بقى اللي تشربيها العصير الطبيعية، احلى حاجة كمان لما بتشيلي الحاجات دي تجمديها، تخزنيها، يعني فراولة، مانجا، جوافة، اي نوع فاكهة كده بنجمده بينفعنا في اي وقت احنا عايزين نشرب فيه عصير، او ضيوف تجيلك فجأة كده بتطلعي الحاجة بتعمليها وما بتاخدش وقت خالص. هنا بقى طلعت كيس فراولة بفضيه كده قدامكم، ولازم نطلع الحاجه مجمده نعملها في وقتها، ما ينفعش تسيبي الحاجه تفك بعد كده تعمليها. ما شاء الله طعمها كان جميل وما خدتش وقت خالص. الجو حر جدا، قمت على طول عملتها في، يعني بتتعمل الحاجه العصير بيتعمل في وقته، فقمت عملتها كده، ما خدتش وقت خالص. ما شاء الله كانت جميله. هنا بقى حطيت الفراوله، هضيف لها بقى كريم شانتيه، بيديها طعم حلو قوي. لو ما عندكيش مفيش مشكله، بس هو بيديها طعم حلو. وحطي بقى السكر حسب ما بتحبيها حلوه زياده او مظبوطه، السكر ده في ايديكي زي ما بتحبي اعملي. وهنا بقى اللبن بالكريمه، نزلت كده باللبن بالكريمه بتاعته. ما شاء الله كان طعمها حلو قوي. هضربها بقى ضربه كويسه كده، وبعد كده هصبها. من احلى العصاير بقى اللي بتشربيها العصاير الطبيعيه، مانجا، فراوله، جوافه. ما شاء الله احلى كمان ما نجيب اي حاجه فيها مواد حافظه. وربنا يرحمنا يا رب، جو فظيع قوي، جو حر قوي، ربنا يرحمنا يا رب. اللهم اجرنا من النار يا رب، ويعفينا ويعفي عنا يا رب، اللهم اعفينا واعف عنا. دايما يا جماعه ندعي نفسنا كتير ربنا يرحمنا برحمته. هنا بقى بصب العصير، ما شاء الله طعمه تحفه. بصوا القوام بتاعه بقى كلون وقوام كده مظبوط ازاي. يا رب الفيديو يكون خفيف عليكم ويعجبكم، وتشتركوا في القناه عشان تكبر وتنجح بيكم. وبتمنى لكم السعاده والخير والستر. دايما يا جماعه ندعي لنفسنا بالستر اهم حاجه، ورضا ربنا علينا. ودايما ندعي اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك يا الله. ويا رب الفيديو يعجبكم، والسلام عليكم ورحمه الله.